البرنامج ده بدأ يتذاع سنة 1998 واتشهر جدا في وقت قليل، وده بسبب التحديات الغريبة اللي كانوا بيعملوها مع المشاركين واللي كان فيها نوع من أنواع التعذيب. وكل موسم من البرنامج كانوا بيفاجئونا بتحدي أغرب من اللي قبليه. لكن في الأول وفي الآخر الغرض من البرنامج كان الترفيه، لحد لما عملوا موسم كان من أغرب مواسم البرنامج واللي كان بسببه البرنامج اتوقف في سنة 2002. الموسم ده اتعمل سنة 1998 وكان فيه من ضمن المرشحين واحد اسمه تومواكو هاميتسو، واللي كانوا بيلقبوه باسم ناسوبي واللي معناها البتنجانة. وكمان شوية هتعرف ليه خد اللقب ده يعني، بس حاول ما تضحكش. المهم ان ناسوبي ده كان واحد من مجموعة مرشحين للبرنامج، وكان بيقول ان هو حلمه يكون كوميديان مشهور، وكان شايف ان موهبته تأهله ان هو يتقبل في البرنامج. وفعلا ناسوبي كان هو الشخص الوحيد اللي اتقبل في البرنامج، وإدارة البرنامج وعدته ان هو لو فاز في التحدي هيفوز بجائزة قيمتها 1,000,000 ين. لحد هنا الدنيا جميلة، وخصوصا ان المشاركين مش بيكونوا عارفين التحدي عبارة عن ايه لحد لما البث المباشر يبدأ.